السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نوجدوا هاد الساندويتشات البنات، ضيفوهم عندكم لرمضان ان شاء الله. كنحتاجوا بحال الوجبات السريعه. في شي مرات كتحيري شنو ديري، فاليوم غادي نوجد معكم هاد الساندويتشات اللي كيجيو صراحه رائعين البنات. هنا عندنا البصله مشلضه والكفته، غنضيفوا لها شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. وعلى فكره البنات اللي عنده الكفته طحنها بالشحمه ما يضيفش لها الزيت، الا كانت مطحونه بلا شحمه تقدروا تضيفوا ليها شويه ديال الزيت باش تجينا ناشفه ما يجيوناش ميدمين. صافي هنايا ضفت الملح، شويه ديال البزار. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الهريسه، كتبقى اختياريه البنات، اللي بغى يديرها يديرها، واللي كياكل الحار صراحه راه كتجي رائعه في سميتو. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد حتى هي. هنا كتشوفوا معايا ضفت شويه ديال الزيت، وغنضيف معلقه ديال لا موطارد في هذا الحشو ديالنا. ها هي البنات صافي، وغادي نردو هادشي يتشحر. وهنايا خديت الفلفله من قطعتها شرائح ورديتها تشحرات غير شويه بمليحه زويته حتى هبطات، خليتها قابطه لا فورم ديالها باش ما تحرقناش وتبقى قابطه لا فورم، حيت مازال غادي نديرها ندخلوها الفران، يعني راه كطيب. هنا بعد ما طابت ليا الحشوه ديال الكفته ضفت ليها جوج مكعبات ديال الفرomاج، كتجي صراحه كيعطيوها واحد التعليكه البنات، واحد اللذه غزاله. صافي وغادي نحاولوا نمزجوا داك الفرماج في ديك الكفته حتى كيتمزجوا مزيان. وهنايا البنات بعد ما مزجنا كلشي غادي ناخذوا الخبز، غادي نقطعوه. انا هنا عندي الحجم الكبير، نتوما كتبقى لكم الاختيار ديروا الحجم اللي بغيتو ديال ها سميتو. صافي هنايا بعد ما قطعته على جوج غادي ناخذ نص ما كتشوفوا معايا، وغادي ندير مرسو ديال الفرماج هو الاول البنات، وغنضيف ليه جوج معالق تقريبا ديال الكفته، ونضيف من فوقها الفلفله اللي هذا شحرناه وهذا. صافي وغادي نجمع هنايا المثلث ديالي كما تشوفوا معايا. ودائما حنا كنجمعوا، حنا كنحاولوا نزيروا باش ما تبقاش لنا هذا تحت هذا يبقى لنا مفتوح، فهمتي، باش ما تخرجش لنا داك الفرماج ما يخرجش لنا على برا وهما كيطيبوا. صافي وكنلويوهم، ودائما ديك الجانب ديال هذا سميتو اللي كنطويو الفوق يكون دائما لتحت في الطاوله لتحت، فهمتي، باش تبقى لنا هاد. صافي وهنا عاودت معكم وحده اخرى كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي كنقلبوها على هذا الشكل هذا في الطاوه ديالنا ديال الفران. صافي وغادي نستمر تنكملوا. وعلى فكره البنات هنا نسيت نشرح لكم، دائما الوجه اللي طايب شويه وفي هاد النقيطات يكون لداخل، والوجه الابيض يبقى على برا. هنا خديت البنات صفر بيضه وشويه ديال الزبده وشويه ديال الحليب. على فكره البيض والزبده يكونوا بدرجه حراره المطبخ، حيت الا كانت غير حاجه فيهم بارده يعني الزبده ما غاديش تمزج معنا، ولا حتى البيض الا كان بارد والزبده بحراره المطبخ ما غاديش يخلي ديك الزبده تمزج لينا في وسط داك الحليب والبيض. صافي هنا غادي نخدمها نطربهم مزيان حتى يطربوا مزيان، ونعرف ديك الزبده راه هي دارت تمزجات مزيان. صافي هنا هي كما كتشوفوا معايا بعد ما خدمتهم مزيان حتى ولاو على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي ندوزو ناخذوا الساندويتشات ديالنا، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم البنات بالبيض وهذا، ونحاولوا ندهنوهم مزيان حتى من الجوانب، ندهنوهم من هاد حتى هاد الجوانب ديالهم ندهنوهم مزيان، ونحاولوا ندهنوهم ونعاودوا ندهنوهم باش يعطيونا يعني تحاولوا تدهنوهم وتعاودوا تدهنوهم باش يعطيونا، ولا حتى ملي كندخلوهم الفران يتحمروا معنا مزيان البنات ويجيو بواحد الشكل، يعطيونا واحد الشكل اللي صراحه زوين. محمر وهذا كيعطي واحد الشكل زوين وكيجيو رائعين البنات. كنتمنى تجربوهم، راه صراحه كيجيو غزالين، واللي ذاقهم عندك ولا اللي شافهم غير هكا ما غاديش يعرف انهم راه مصايبين بهذا
سميتو صافي. وكنبقاو هنا ندهنو حتى كندخلو داك البيض مزيان في الساندويتشات ديالنا، نحاولوا ندهنوه مزيان. والوجه البنات نتوما ليكم الاختيار، اللي بغى يدير زنجلان بيض يديروا، اللي بغى يدير البافو يديروا، اللي بغى المهم تقدروا تضيفوا اي حاجه. انا درت هنايا زنجلان اسود، هذا راه ماشي حبه سوداء البنات، هذا راه زنجلان اسود صافي. وهنايا غادي نديرهم بالجلجلان وغادي ندخلهم للفران. بطبيعه الحال الفران على درجه الحراره 180 الفوق والتحت، وكنخليهم حتى كيتحمروا. وكيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم هو هذا. واخا انا هنا راه الفيديو دخلته فسميتو صافي البنات. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طلعناهم من الفران كنخليهم غير يبردوا شويه، غادي نحل ليهم داك هذا ديالهم. راه حتى البنات كيبردوا صراحه، وتقدروا ترجعوا تسخنوهم، راه كيجيو رائعين، كيبقاو كيف بحال اللي عاد صيبتيهم. يعني ما كاينش الفرق ما بين كيكونوا طيبين جداد ولا حتى كتسخنيهم. صافي هنايا انا نحلهم. انا الصوص البنات كيبقى اختياري، اللي بغى يدير شي صوص كيعجبو يقدر يديرو. انا هنا درت الصوص الجيريان، وغادي نضيف لهم طريفات ديال البصله اللي شلتها شرائح، عفوا قطعتها شرائح، وطريفات ديال مطيشه طماطم قطعتهم حتى هما هكا طوال، وعمرت بهم لداخل. والورق ودرت ورقه ديال الخس. ديك الورقه ديال الخس البنات دائما الوجه ديالها نجيو الوجه اللي كيكون لتحت ديال الطاوه هو اللي غنديرو فيه الجهه ديال الخس باش يبقى لنا يعطينا واحد الشكل اللي زوين. والورقه ديال الخس تجي يعني الوجه ديالها الفوق صافي. وهنا كنستمر حتى كنعمرهم كاملين. شفتوا كيما شفتوا معايا صافي. وغادي نستمر حتى نكملهم كاملين. راه صراحه كيجيو رائعين البنات. وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. واللي كيشوف القناه ديالي اول مره يضغط على زر الاشتراك، وما تنسونيش من لي لايك البنات فضلا وليس امرا. وكنقول لكم شكرا دائما على التعليقات ديالكم الزوينين وعلى المشاركه ديالكم صافي. وهادو هما الساندويتشات ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما كنكملوهم راه كيجيو صراحه رائعين وبالصحه والراحه. وما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في راحه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتلاقاو في فيديو قادم.